سلام زينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، نهاركم زين كيما العاده. خياتي جبت لكم مجموعه من الصور اللي لقاوها في مقابر الجزائر العاصمه. ربي شافي كل مسحور. نروحوا نشوفوا هذه الصور ونرجع لكم. كما شفتوا هذو هما الصور اللي لقاوها في مقابر الجزائر العاصمه. ربي شافي كل واحد. البارح خياتي لحقتني رساله من متتبعه وفيه للقناه تاعي، قالت لي انه سلفتها مكرهت لها حياتها وديما تلقى لها في سبايب باش تداوس معاها، ولحقت وين خمت باش تروح تكري بحكم هي ساكنه في دار العائله. موضوع السلفه الحساده راهو منتشر بزاف في العائلات الجزائريه، وديما تلقاي عروسه عاقله وسلفتها جهنمه. وتغير منها اليوم رايحين نطرقوا لهذا الموضوع ونمد لكم بعض النصائح اللي تستعملوها مع هذو الناس المراض من جهتكم. شوفي يا اختي، كي تكون سلفتك غيارة عليك ومكرهت لك حياتك لازم تكوني ذكية وتعرفي كيفاش تتعاملي معاها بلا ما تطيحي للمستوى تاعها. لازم تكبري راسك، ما ترديش على كل كلمة تقولها لك، خليها تحس باللي كلامها ما يأثرش فيك. كي تشوفك ماشي مهتمة وما تديري لهاش الحساب تولي تتكلم شوية، اضحكي في وجهها حتى ولو تكون ضحكتك ماشي من قلبك، معليش. كي تكون هذيك السلفة سامة وانتي تردي عليها بالضحكة والنية تخرج من عقلها. الغيرة تقتلها كي تشوفك فرحانة، هذا الواقع تاعنا وماشي مركزة معاها. ونوصيك يا اختي، عمرك ما تحكي سرار راجلك مع سلفتك، ما تعطيهاش فرصة تقارن روحها بك. كل ما تكوني غامضة كل ما تبقى تحوس عليك بلا فايدة. ردي بالك من نميمة، ما تهضريش عليها مع الناس، خلي ديما عندك النيف، هكا الناس كامل اللي يشوفوك عندك مستوى ومتربية. وكاين سلافات اللي ما يحشموش وكثروا على ما وصوهم، باسكو كاين زوج انواع من سلافات الغيارات اللي غيرتهم خفيفة وتقدري تأقلمي معاها وتزيدي عليها هذو النصائح اللي مديتهم لك تجوز تقدري تاكسبتيها. وكاين اللي كي الحنش تضل تقرص فيك وغيرتها فاقت الحدود، وهذا النوع اللي لازم تردي عليها بالك وتهدري معاها بصراحة. اهدري لها بصراحة وبرزانة، شوفي يا فلانة، انا ما عنديش مشكل معاك ونتمنى تكون العلاقة بيناتنا مليحة، بصح واذا انتي تظلي عقابي وتعسي فيا وتتجرحيني بهدرتك كل واحد في حده. هي ماشي حاجة سهلة وربي يهدي كل واحد راه يأذي الناس. وانا نظن انه هذه السلفة اللي تلحق انه سلفتها باش تفكر تكري وتخرج من دار العائلة راهي عندها غيرة مرضية، وبزاف الناس ما تعرفش وش ما عندها الغيرة المرضية والأمراض اللي تسببها للناس اللي يكونوا أقرب ليها. حبيبتي لازم تفهمي حاجة، أنه الغيرة راهي حاجة طبيعية بين الناس. كاين اللي تغير على راجلها على صاحبها على حاجة تخصها، ولكن كي تولي زايدة على حدها تولي غيرة مرضية. يعني الإنسان يحقد يتحرق من الداخل، ما يحبلكش الخير، يحسدك كي تشري حاجة كي تنجحي. تحسي هذاك العبد اللي راهو غيران عليك ديما مقلق من جهتك ويخزرك خزرات ماشي نورمال. هنا تولي الغيرة هذيك خطر عليك، تولي هذيك الدار ديما بالعياط والقيرة شعلت فيها وتنقص البركة فيها، وديما الفرحة ما تكملش. باسكو هذيك السلفة اللفعة تخسر المناسبات والأعياد غير من غيرتها. ويا خياتي كاين بعض سلافات لا إله إلا الله محمد رسول الله. تشوفك لبستي حاجة جديدة تلبس كيفك، تقلدك في كل شيء، حتى ولو ما يليقش بيها، باسكو هنا كل واحد ولا كل وحده وشخصيتها. تهدر عليك مور ظهرك وتخرب السمعة تاعك، ما تحبكش تفرحي، تحاول ديما تحطك في مواقف محرجة قدام العائلة. بعض العرايس مساكن كرهوا اللمة تاع العائلة. وش من السبة اللي خلتهم يكرهوا اللمة تاع العائلة؟ انه سلفتها اللفعة تظل تطلق في اسمها عليها. هنا واش ديري معاها؟ حبيبتي خليك راقية، ما تطيحيش لمستواها، احمي طاقتك وما تخليهاش تأثر فيك. كوني قوية وركزي على حياتك ونجاحاتك، وما تنسيش حبيبتي اللي غير منك راهو يعترف بقيمتك من غير ما يحس.
وربي بعد علينا الحساد وسلامي لكل سلافات اللي قلوبهم بيضة وما يعرفوش الغل. ربي يحفظهم إن شاء الله. بهذو النصائح الخفاف نكونوا كملنا الفيديو تاعنا لنهار اليوم. خياتي وحباباتي، ما تنسوش الاشتراك في القناة تقديرا لمجهوداتنا. نتلاقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. سلام.